يا كرة القدم، يا الله يا كرة القدم. يأتي بعد ذلك أحدهم ويتساءل: لماذا تعشقون كرة القدم؟ وأيا كانت المحاولة وأيا كانت المشاركة، ستبقى الأهلي سيدا لأفريقيا وملكا لها. ستبقى الفريق الذي يفوز باستمرار ويحتفل بكل إنجاز وكأنه بطولته الأولى. ستبقى الفريق الذي لا يسمح بالاقتراب هناك في أفريقيا، والذي يستمر بعلاقته بالأرقام القياسية أيا كانت الأمور. نعم، كلنا نتمنى مشاركة مختلفة ووصولا للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي، لكن لأنه الأهلي سننتظره لأعوام قادمة، ونحن على ثقة بأنه سيعود ولن يطول غيابه أبدا. في الجانب الآخر انظر إلى العاشقة، انظر إلى اللون الذي لا يختفي أبدا، انظر إلى سيد الألوان في أفريقيا، انظر إلى سوبر أفريقيا وملك القارة وماردها الأحمر والفريق القياسي الأهلي الذي يريد اليوم والعالم الآن بعد أن سيطر تماما على القارة السمراء. اليو ديانج مجهود في نص الملعب، لاعب وسط لكنه يقوم بكل شيء، واحد من اللاعبين اللي لا غنى عن أدواره، لا غنى عن خدماته وما يقدمه. نعم يفتقدون إلى بيرسي تاو، نعم يفتقدون إلى أسماء أخرى، المهاجمين والهدافين للفريق، سواء محمد شريف اللي لا يبدأ كأساسي واللي غاب عن المباراة الماضية، أو بيرسي تاو أو بقية الأسماء التي اضطرت إلى أن تغيب عن هذه البطولة لأسباب مختلفة، لكنه الأهلي من يحضر هنا يقوم بواجبه. لكن يحسب لهذا الكبير الرقم القياسي في 6 مشاركات سابقة، والكرة تتحول مرة أخرى من جديد. لكي تأتي إلى هذه البطولة عليك أن تمر عبر القارة إن لم تكن مستضيفا لأحداثها بكل تأكيد، وشتان الفرق. الفلاشات في المدرجات، جماهير النادي الأهلي تشجع تؤازر، جماهير النادي الأهلي تقف مع فريقها في كل موعد وفي كل توقيت. وانظر إلى هذا المشهد، الله على هذه اللحظات التي ينتظرون فيها بالتأكيد وصولا تاريخيا بالنسبة للنادي الأهلي. هذا الأهلي الذي يستمر في طموحاته التي لا سقف لها بكل تأكيد. هذا الفريق الذي يجعل من جماهيره تحلم ويجعلها تنتظر غدا ويجعل الدنيا